عاد الدوري للأهلي، عاد الدوري إلى مختار التتش والجزيرة، لأنه جاب صائدا جديدا مثل جوزيه كولر. مثل جوزيه استطاع أن هو يرجع درع الدوري بعد غياب سنتين عن الجزيرة وعن مختار التتش. كولر أبدع وأوفى وأدى ما عليه حتى عاد بالأهلي إلى منصات التتويج، وفاز الأهلي بالدرع. فاز ب5 بطولات في عهد كولر، رفع 5 كؤوس الشناوي ما بين الدوري وكأس السوبر المصري وكأس السوبر وبطولة أفريقيا للأندية. بس في مشكلة إن الاتنين دول بيتساءلوا يا ترى أم عمر هتعرف تجيب حاج عمر في بطولة العالم، ولا فوزنا بالدوري هيغطي على بطل العالم اللي طلع منصة التتويج وعزف في السلام الوطني وفاز على إيران والهند؟ هل فوز الأهلي بالدوري ينسينا مشكلة عمر شتاء، أم ستكون ترند مثل ما هي موجودة وسيعود حق البطل ويكرم في بلده أو في الجزيرة مع الدوري ومع مختار التتش الأهلي وعمر شتاء؟ هل يستطيع الحق أن يصل إلى أصحابه بعد منصات التتويج في بطولة العالم؟ هذه ميداليات بطولة أفريقيا والعالم والعرب. نتمنى